السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المشاعر الإنسانية. إحنا واحد وهنفضل واحد، المليئة برسائل الود والمحبة. هي شجرة المحبة اللي احنا غرسناها مع بعض، اللي هي المحبة والتسامح والتآخي بين الناس وبعضها، والتي فيها يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم. ما تنسوش أبدا ان انتوا تخلوا بالكم من بلدكم. ويدعو الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم. اللي حفظ مصر ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي هيحفظها لأجل خاطر أهلها. كل عام وانتوا طيبين، كل عام وانت طيب قداسة البابا، كل عام وانتوا طيبين، وعيد سعيد عليكم وسنة سعيدة علينا كلنا، وكل سنة وانتوا طيبين. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. راديو القاهرة الكبرى. أعزائي المستمعين، ما زلنا معا ونحتفل سويا بعيد الميلاد المجيد، وهنأ الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني والمتحدث الإعلامي بوزارة الأوقاف الأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الغالية وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات. وتوجه الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف والمتحدث الإعلامي لوزارة الأوقاف بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليهم نعمة الترابط والأخوة ويوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها لكل خير. معنا الآن تلفونيا الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف والمتحدث الإعلامي لوزارة الأوقاف. الشيخ جابر، ازي حضرتك؟ اهلا بك يا استاذ الكريم وبالساده المستمعين يا فندم، وكل عام ومصرنا الحبيبه بخير، واهنئ اخوتنا الاقباط اخوتنا المسيحيين في مصر بعيد الميلاد المجيد، ونقول لهم كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم الى الله اقرب، كل عام ومصرنا الحبيبه عامره وذاكره بالوحده الوطنيه وباتحاد كلمتها. وجه يعني دائما وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في الأعياد الإخوة المسيحيين يحرصون دائما على إبعاث التهنئات والمباركات. يعني عايزين نتكلم برضو زي ما تحدثت قبل كده في المداخلة السابقة مع القمص بولس عويدة عن الحرص على التزام القواعد الاحترازية خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. نعم، نقول لهم كل عام وأنتم بخير، احترسوا من هذه الآفة فيروس كورونا، حاولوا التباعد، حققوا التباعد، حققوا عدم المصافحة، عدم الملامسة، عدم المعانقة. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا وعنكم الأمراض، لأن الأمراض عندما تصيب المجتمع لا يمكن أبدا أن تفرق بين دين ودين. كلنا يعني مصابنا يكون أليم عندما نصاب بهذا الفيروس، فلذلك نقول لهم افرحوا وتمتعوا بعيدكم وعيد المصريين جميعا، ولكن احترسوا احترسوا احترسوا. شكرا لك شيخ جابر طايع المتحدث الإعلامي لوزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني. كل سنة وكل مصر دايما بخير وصحة وسعادة. أعزائي المستمعين، مستمعي راديو القاهرة الكبرى، شكرا لكم وكل عام وكلنا بخير ومصر حبيبة دائما بخير، وعيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد مجيد وسعيد عليكم وعلى كل المصريين وعلى الأخوة المسيحيين. وسعدت بكم شيرين دسوقي، أترككم في أمان الله.